مباراة نادي الطلبة ضد زاخو في الأسبوع ال17 من بطولة الدوري العراقي الممتاز. بمشيئة الله تعالى النهارده هنتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة لهذه المباراة، وهنتعرف أيضا على ترتيب الفريقين في جدول الدوري العراقي الممتاز. لكن طبعا قبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة جميع فيديوهاتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. طبعا نادي الطلبة بعد أن حقق المكسب في الأسبوع الماضي أمام نادي الصناعة بنتيجة 1-0 أصبح متصدرا لجدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 16 مباراة. حقق نادي الطلبة المكسب في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وهزم أيضا في 3 مباريات. أما نادي زاخو فبعد أن تعادل سلبيا في الأسبوع الماضي أمام نادي أربيل أصبح في ترتيب المركز ال13 برصيد 18 نقطة أيضا من 16 مباراة. حقق نادي زاخو المكسب في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وهزم أيضا في 6 مباريات. المباراة القادمة بمشيئة الله تعالى ما بين نادي الطلبة ونادي زاخو هتقام على استاد الزوراء الرياضي يوم الأحد القادم الموافق طبعا 19/2/2023. المباراة هتكون الساعة 4 مساء بتوقيت العراق وهتنقل لحضراتكم عبر قناة العراقية الرياضية. بكده طبعا يبقى تعرفنا مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة لهذه المباراة، وتعرفنا أيضا على ترتيب الفريقين في جدول الدوري العراقي الممتاز. طبعا في هذه المباراة أنا بتوقع مكسب نادي الطلبة بنتيجة 2-0. لو حضراتكم أيضا من متوقعي نتائج المباريات فيا ريت دلوقتي حالا تكتبوا لنا توقعاتكم طبعا لنتيجة المباراة في التعليقات. نتمنى طبعا التوفيق للفريقين في هذه المباراة وأتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.